اهلا بكم معانا تقرير جديد من جوه الحدث. المقابر، لما نيجي نتكلم عن المقابر، ده مكان له قدسيته ومينفعش الهزار في المكان ده. لما اجي النهارده الاقي المقابر النهارده بقت شبه ان تجاره، شبه ان فيه اسفاف، شبه ان فيه ناس عملته اكل عيش. يعني الناس اللي موجوده عند المقابر، في ناس موجوده لها ظروف معينه عايزه تعيش فرحه علشان بتسترزق من المكان ده، وناس ايضا مدسوسه في المكان ده عشان تخلي الناس تعمل حاجات كده، اعمال وحاجات عبط وهبل من اللي بيحصل ده، وروحهم يدفنوها بجوار المقابر. وكل اسبوع يحصل لجنه تطهير من الاهالي الشرفاء، يطلعوا بلاوي منيله بنيله. وناس ممكن الناس دي من خلال ناس ما تعرفش ربنا بتبدأ تشتغل على أهالينا، وفي النهاية بيبقى مصيرهم ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بيه. المقابر النهاردة معين على المقابر أحد السادة فني الإدارة الهندسية. هل السيد فني الإدارة الهندسية اللي معين من قبل الدولة عشان يحافظ على هذه القدسية في أماكن لها قدسيتها، ماذا يفعل؟ هل فعلا معين علشان يحافظ على المكان ده من أي خلل يحصل فيه؟ من أي حد يجيب شوية اسمنت حتى يحطهم كده على مقبرة؟ ولا موجود علشان يتساب السايب في السايب، واللي رايح يحط حاجة يحطها، واللي رايح لقى حتة واسعة هناك راح باني فيها مقبرة؟ يعني أنا جاي لي من أسرة برنامجنا النهاردة مراسل محترم جدا، بعت لي ناس لقت حتة واسعة كده أمام مدخل مقبرة، راحوا باين فيها مقبرة كبيرة قوي في الحتة الواسعة دي اللي كانوا بيدخلوا منها الخشبة. أصبحت الخشبة النهاردة عشان تدخل عايزة تشال تعدي من على المقابر. ليه؟ علشان أكيد فن الإدارة الهندسية اللي هو مسؤول عن المقابر مش عارف كان عنده ظروف إيه بالظبط، ما جاش عينه على الحاجة ديت خالص. حاجة قعدت شهر واثنين وثلاثة يعملوا فيها وهو ولا فيه أي حاجة ولا يهمه أي حاجة من الكلام ده. الله أعلم، يمكن الناس دي كانوا طيبين معاه وعارف إن الناس دي طيبة ما ينفعش نزعلها وقال لك يعملهم، أو الله أعلم بما تخفيه النفوس في هذا الأمر. بس أحيانا لما بتلاقي حد يسرق مكان من الشارع ويبني فيه، فده سرق حقي وحق غيري وحق غيري وبنى فيه المقبرة دي. انت بنيت في مكان مش حقك، المكان ده شارع، كل فرد في البلد دي له حق في المكان ده. حضرتك سرقت الناس دي كلها وعملت مقبرة خاصة بحضرتك، بس دايما بيقول لك لازم الحرامي مهما كان ذكي بيبقى فيه دليل ورا منه لازم يسيبه عشان حق الله يظهر. المفروض المقبرة دي بابها من اليمادي، أمام مدخل أي مقبرة بيبقى موجود كده علامة كده شاهد، حاجة كده بتتعمل كده يتعرف إن باب المقبرة ده. هم راحوا قافلين الباب ده وراحوا بانيين مقبرة تانية كبيرة وراحوا فاتحين باب لها من الجنب. طب يا ناس يلي أخدتم حق مش حقكم، طب بقى عشان الموضوع بتاعكم ما يتكشفش، طب شيل الشاهد ده، لكن سايبين الشاهد زي ما هو ومكملين المباني جنب منه ومعروفة زي الشمس، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة أمامكم. يعني الحته اللي قدامكم دي مكان التربه دي
فاضيه. التربه دي اتبنت في يوم وليله كده، مش عارفين مين صاحبها، مش مكتوب عليها اي حاجه، حتى مكتوب على الباب مين صاحب هذا القبر. هذا القبر مبني مخالف، وهثبت لكم ازاي انه اتبنى مخالف. مش باب القبر، باب القبر اهوت باين انه مفتوح لسه قريب، ماشي. باب القبر دي الجهه القبليه، يعني الباب ده كده قبلي. الباب ده ما كانش قبلي، اللي بيقول ان باب التراب كان هنا جهه غربيه، ماشي. طبعا قفلوه عشان فالتربه ديت اتبنت في يوم وليله، ازاي ما نعرفش. طبعا اللي يتسأل على التربه ديت اللي مسؤول من مجلس المدينه، لان ايه صلته انه ينقل بابه اللي لما يكون ليه مصلحه في ان التربه دي تتبني. لغايه دلوقتي احنا مش عارفين مين صاحب التربه. كل الكلام ده واضح ولنا فيه تقارير وليس تقرير واحد. المقابر النهارده عايز اقول ان اصبحت ليست امنه، والناس اللي هم قائمين على الاشراف عليها مش هينفع اتكلم اقول الناس دي شغاله او مش شغاله او شغاله باي اسلوب. مش هنتكلم دلوقتي الا بالدلائل، بيبقى معانا الدليل هنتكلم بيه. ولكن ما يحدث النهارده المقابر بيتسوق، كل واحد ملوش ريحه 30 لازمه يروح يلاقي مقبره قديمه بتاعت ناس، هوب راح طالع بيها وكاتب عليها اسمه ويافطه ودي بتاعته وفتحه صدر. احنا رايحين فين؟ اللي بيعمل كده انت عندك علم انك مسافر بعد كده وربنا هيحاسبك؟ ده انت بتلعب في اخرتك واخرة غيرك. الراجل الفني اللي ممكن يستحل اي موقف ويطمن الناس ولهم ولا يهمكم يا جماعه ابنهم ناس طيبين واحنا بنخدم كل الناس، يلا ابنهم اعملهم، هتتحاسب. اللي بتعمله ده هتتحاسب. كلامي طبعا موجه للعامه، لان الكلام ده موجود في جميع المقابر. بنسمع كلام وحواديت ربنا يعافينا كلنا منها. يا ريت يا جماعه المقابر خط احمر. بوجه شكري واحترامي وتقديري لكل الساده الافاضل اللي ممكن بالليل او بالنهار بيعملوا حملات ويطلعوا حاجات ربنا يعافينا منها. ناس ربنا يسامحهم اللي هم بيعملوا الحاجات ديت في اذية اهالينا. كل التحيه وكل التقدير لحضرتك.